إن شاء الله هنحل مع بعض النهاردة امتحان التاريخ دور أول 2023. أحب أقول بالتوفيق لكل الطلبة النهاردة، سواء حليت كويس أو عندك بعض الأخطاء متزعلش. إن شاء الله ركز في المادة اللي جاية. أنا منزلك الفيديو ده بس عشان تتأكد من إجاباتك وتطمن، سواء أنت حليت صح أو عندك بعض الأخطاء مش مشكلة، فكر في اللي جاي إن شاء الله ربنا يكرمك وتجيب درجة حلوة في التاريخ وبقية المواد وتخش الكلية اللي نفسك فيها. تعالوا بينا نبدأ مع بعض ونحل السؤال الأول. بيقول لي هناك ارتباط وثيق بين الحملة الفرنسية على مصر طبعا هنا بيقول لي إن في علاقة بين الحملة وإيه. طبعا هنا الإجابة بتاعتي هتكون إيه؟ صراعات القوى والتوازنات في القارة الأوروبية، لأن أنا عندي من بدأت إن تحصل عندي الحروب على الثورة الفرنسية، وفشلت فرنسا في إن هي تضرب إنجلترا، فجت بالحملة بتاعتها على إيه؟ على مصر. طب السؤال اللي بعده معايا، تسبب تهديد محمد علي للتوازن الدولي في البحر المتوسط في تكتل الدول الأوروبية ضده والتعاون مع السلطان العثماني، الأمر الذي أدى لإيه بقى؟ ليه الدول الأوروبية تكتلت معاه؟ طبعا الكلام ده بيتطابق معاه على معاهدة إيه؟ لندن، لما اتفقت الدول الأوروبية مع السلطان إن هم يفرضوا عليه معاهدة لندن. فطبعا الإجابة بتاعتها تكون إيه؟ القضاء على حلم محمد علي التوسعي إن هو يكون الدولة العربية الكبيرة اللي كان بيحلم بيها. السؤال اللي بعده بيقول لي عقدت بريطانيا اتفاقية مع السلطان لحج وعدن عام 1802، فكان هذا العمل دليلا على، يعني بريطانيا لما عملت الاتفاقية دي دليل على إيه بقى؟ طبعا هنا هتكون الإجابة بتاعتي نمرة ج، لإدراك أهمية اليمن استراتيجيا، إن دلوقتي هي الموقع بتاعها مهم جدا للهند بالنسبة لها اللي هي المستعمرة بتاعتها، فهي كانت عايزة تأمنها. السؤال اللي بعده بيقول لي شن اليهود حملة عشواء ضد الحكومة البريطانية بسبب ما اعتقدوه تراجعا عن تنفيذ وعد بلفور. طيب الإجابة بتاعتي هنا يا شباب طبعا هتكون نمرة ج، إصدارها كتاب يوضح سياستها 1930. خلي بالك هنا هو الكتاب الأبيض التاني، ولكن معلش الكتاب الأبيض التاني هو بيلعب معاك بالتواريخ، فهو قصده هنا لما هي بدأت إن هي تقلل الهجرة الشرعية وتعمل تقييد للهجرة غير شرعية، فطبعا اتضايق اليهود من الكلام ده ويعتبروا إن هي بتتراجع عن وعدها ليه. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي يستثنى من النتائج المترتبة على الإجراء الموضح بالصورة التي أمامك. طبعا أنا جايب لي إيه؟ سياسة موسوليني، إن هو بيقول إعلان موسوليني أنه يرى ليبيا جزء لا يتجزأ من إيه؟ من أراضي الليبية، من الأراضي الإيطالية. طيب لما مسك موسوليني الحكم بيقول يا جماعة إن أنا هحيي الإمبراطورية الرومانية مرة تانية، وإن إيطاليا جزء مني وأنا برجعهم. طيب فطبعا هنا بيقول لك إيه؟ إن في نتيجة من الإعلان ده ماشي مش موجودة، يعني هي حاجة بره النتائج بتاعة الإعلان ده. هي طبعا الإجابة بتاعتها تكون إيه؟ نمرة د، تدعيم مصر لوحدة الأراضي الليبية، لأن الكلام ده حصل لما بعد الحرب العالمية التانية خلصت وكانت هتتفكك، هتبقى بين فرنسا وإنجلترا، ومصر وقفت بجانب ليبيا وإيه؟ دون تقسيمها. تعال نشوف السؤال اللي بعده. استشعر خورشيد باشا الخطر من محمد علي بسبب، ليه خورشيد كان خايف من محمد علي يا شباب؟ طبعا إجابتي هنا هتكون نمرة ب، امتلاكه للقوة العسكرية والتأييد الشعبي، إن هو قائد فرقة الألبان. تمام، وكمان الشعب بدأ إن هو يحبه ويحس إيه وياخد الثقة بتاعة الشعب ويبقى ليه مكانة عالية عندهم. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي جاء في حوار المندوب البريطاني وينجيت مع سعد، إذا أنتم تطالبون بالاستقلال، وقال سعد ونحن أهل له، فرد وينجيت إيه؟ بيقول له إيه؟ بأن الطفل إذا ما أعطي أزيد مما يلزم أصيب بالتخمة. فطبعا هنا دي إيه؟ مقولة أو حوار بين وينجيت وسعد زغلول. فبيقول لي بقى هنا يا شباب بعد ما أنت قريت الفقرة دي، تمام، بتدل هنا بقى إيه؟ أو تلك النظرة الاستعلائية الاستعمارية بتعبر عن امتداد لمقولة قالها واحد قبل كده من المعتمدين البريطانيين. مين هو؟ طبعا هو معروف معايا، اللورد كرومر، لما هنا بعد الوفاق الودي قال يا جماعة إن المصريين مش قادرين على حكم أنفسهم أو الحكم الذاتي، فإحنا إيه؟ هنحكمهم بالنيابة عنهم.
فطبعا ده يعتبر امتداد لمقولة مين؟ كرومر. السؤال اللي بعده معايا بيقول تعرض تصريح 28 فبراير للنقد وأثار جدلا ولا يزال بين رجال الفكر والسياسة، أي من القضايا التالية تسبب في هذا الجدل؟ يعني بيقول لي إن أنا عندي في نقد للتصريح ده. طيب هنا بقى بيقول لي الإجابات بتاعتي هتكون يا شباب طبعا يا نمرة جيم إن اتحرمت مصر من السيادة الفعلية على أراضيها. احنا كنا واخدين استقلال اسما أو استقلال غير تام. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي إذا لم تتمكن من إقناعهم فقم بإرهابهم. دي مقولة، بيقول لك في موقف هنا عمله اليهود بينطبق عليه المقولة دي. طبعا احنا عارفين لما قاموا بإيه؟ بعمليات إرهابية، إن هم اغتالوا وزير التموين معين ونسفوا فندق الملك داوودة. ده طبعا هو إيه هنقول عندي سلوكهم تجاه بريطانيا في أعقاب الحرب العالمية التانية. طيب نشوف السؤال اللي بعده. استخدمت بريطانيا أسلوب الخداع مع عرب فلسطين في الربع الأول من القرن العشرين بإعلان أي من الأفكار التالية. يعني بريطانيا خدعت عرب فلسطين، ده حاجة هي عملتها في الربع الأول من القرن العشرين، هو 1900 طبعا و17، اللي هو طبعا إيه وعد بلفور، وطبعا كان معايا اللي هو الكتاب الأبيض الأول. طيب تعال نشوف هو قصده أنهي واحد فيهم. هنا بيقول لي انتقاد التسلل، توزيع المناصب، استنكار إمكانية استحواذ اليهود، فرض قيود. تمام، الإجابة بتاعتها تكون إيه؟ نمرة جيم. إن أنا عندي في الكتاب الأبيض الأول إن إنجلترا بتقول إن هي لا ترى أو لا تتصور إن فلسطين هتكون يهودية زي ما إنجلترا إنجليزية. هو الإجابة بتاعتي جيم. السؤال اللي بعده بيقول لي يتضح من خلال دراستك لمعاهدتي 1930 وبورتسموث في العراق. تمام، اللي يتضح بقى من المعاهدتين دول في شبه بينهم. ايه الشبه او القاسم المشترك يا شباب؟ اللي هو طبعا بقاء بريطانيا صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في العراق. السؤال اللي بعده معايا بيقول لي قدامك صورة لأحد الفئات التي انحازت للحركة الوطنية في الربع الأخير من القرن الكام؟ 19 الميلادي. طبعا أنا جايب لي صور الأعيان. الكلام ده هنا إيه معايا أيام الثورة العربية أو قبل الثورة العربية بمعنى أصح. فطبعا هنا بيقول لي هم انحازوا ليه؟ طبعا احنا فاكرين ان طبعا بدأ الرياض والتدخل الأجنبي والحكم الدكتاتوري للملك، دي كلها كانت عوامل. فيبدأ بقى هنا الإجابة بتاعتي طبعا هتكون عندي نمرة كام؟ تمام يا شباب، هي نمرة د اللي هو المساس والإضراب بمصالحهم المالية. إن اتلغى عندي طبعا إيه قانون المقابلة واتطبق قانون التصفية. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ورد في كتاب رسائل من مصر إن إسماعيل أنشأ مجلس النواب. طيب المجلس ده عمله ليه؟ قال لي طبعا منظر عشان يوهم الدول الأوروبية إن هو عنده إيه حياة نيابية. طيب قال لي هنا إيه وأن نوابه كانوا إيه حاشية مسندة يأتمرون بأمره. يعني هما كانوا موجودين بس عشان ينفذوا أوامر مين؟ إسماعيل. طبعا يا شباب برغم وجهة الإيه النقد اللي موجودة، ولكن في حاجة كانت إيجابية، إن هو كان بيمثل خطوة على طريق الحياة النيابية، إن إحنا بدأنا ندخل إيه الحياة النيابية ويكون عندنا مجلس نواب، وبناء عليه بعد كده تعمل إيه مجلس نواب فعلا. تمام. فيبقى أنا عندي برغم إن النقد أو السلبيات بتاعته أو إن هو كان منظر هنا بقى وكان يعتبر منحة من الحاكم هو عامله عشان يطفي على حكم رونق بهاء، ولكن هو يعتبر بداية أو خطوة على طريق الحياة النيابية أو إن إحنا يبقى عندنا مجلس نواب. السؤال اللي بعده معايا بيقول لي يا شباب كان مؤتمر سان ريمو مخيبا لآمال العرب في الاستقلال في كل من الشام والعراق، حيث ليه بقى؟ ليه كان مخيب للآمال؟ لأن هو الإجابة بتاعتي هي طبعا إيه اللي هو حقق المصالح الدولة الاستعمارية الكبرى، إن هو طبعا العراق. تمام كده، مين اللي أخدها؟ إنجلترا. وعندك الشام اللي هي فرنسا ولبنان أخدتها مين؟ فرنسا. تعال نشوف السؤال اللي بعده. هنا طبعا جايب لي نظرية. تمام، التحدي والاستجابة. بيقول لي كلما ازداد التحدي تصاعدت قوة الاستجابة.
فإذا كان التحدي هو تخطيط فرنسا، يعني فرنسا هي اللي كانت بتتحدى، تمام، أواخر القرن التمنتاشر لقطع طريق المواصلات بين إنجلترا ومستعمرتها في الهند، فأي من الوقائع التاريخية يعد أولى الاستجابات لبريطانيا؟ يعني هنا جت إيه فرنسا بالحملة بتاعتها على مصر، فإنجلترا أول حاجة عملتها عشان تتصدى للكلام ده هي إيه؟ طبعا هي إجابة سهلة، إن هي ضربها للأسطول الفرنسي في معركة أبو قير البحرية. السؤال اللي بعده معايا: يكاد ينعقد الإجماع على اهتمام حكام مصر عبر تاريخها الطويل بالدائرتين العربية والأفريقية، تمام، وبلغ هذا الاهتمام ذروته في تاريخ مصر الحديث والمعاصر. يعني بيقول لي بقى هنا إيه، حكام مصر كانوا بيهتموا بإيه؟ سواء بالدول العربية أو الأفريقية، ولكن كان في واحد منهم هنا بقى هو كان أكتر واحد اهتم بالجانبين دول. مين هو؟ طبعا معروف معايا جمال عبد الناصر بعد الثورة، اللي هو اهتم بالجانب العربي والأفريقي. السؤال اللي بعده معايا يا شباب بيقول لي: جاء في مذكراته أن لإسرائيل 8 أعياد، في منهم 3 في شهر أكتوبر إيه لوحده. وكان يهمنا قوي إن الموضوع ده هيأثر معانا، إن كل عطلة أو أجازة هما بياخدوها بتأثر في التعبئة بتاعتهم. طب بيقول لي بقى هنا: في ضوء دراستك لحرب أكتوبر، مين من الشخصيات تتوقع هو كان بيقول المقولة دي؟ طبعا معروف معايا يا شباب اللي هو الجمصي، اللي حط كشكول أنسب التوقيتات للحرب، اللي هو اتعرف بكشكول الجمصي. السؤال اللي بعده بيقول لي: السياسة هي فن الممكن وفن الأفضل المتيسر والقدرة على إزاحة المنافسين، فالمنتصر فيها هو من يحقق بضربة واحدة أكبر عدد من الأهداف والمكاسب، والمنهزم فيها هو من يخرج خالي البطولة. طب بيقول لي هنا بقى في حاجة حصلت خرجت منها صاحبتها، خلت الوفاض ما خدتش أي حاجة. لو بصيت للإجابات كلها هتلاحظ إن إيه تنطبق المقولة معايا على إيطاليا لما خرجت من مؤتمر برلين ما استفادتش منه أي حاجة. فرنسا خدت إيه تونس، وعندك إنجلترا خدت قبرص، أما إيطاليا ما خدتش أي حاجة. طيب السؤال اللي بعده: استخدم المستشار الإنجليزي دانلوب التعليم كوسيلة من وسائل مواجهة الحركة الوطنية والقضاء على روح الابتكار، حيث جعله بمصروفات عالية. هنا بيقول لي بقى نتج عن سياسته دي إيه بقى؟ لو بصيت معايا للاختيارات يا شباب هتلاقي إن أنا عندي الإجابة بتاعتها هتكون إيه؟ تعميق الفوارق الطبقية بين أبناء المجتمع الواحد أو الوطن الواحد. طبعا التعليم لما يكون مواصفات عالية مش هيقدر عليه غير الطبقة مين؟ الغنية، أما المتوسطة والفقيرة مش هيقدروا عليه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي: في شبه بين العوامل جدت الانفجار الثورة بتاعة عرابي أو الثورة العربية وثورة 2011. طب ايه الشبه؟ لو بصيت لكل الاختيارات هتلاحظ معايا إن هو طبعا تدني وتطور الأوضاع المعيشية. السؤال اللي بعده بيقول لي: كان لسعد زغلول يدرك أن لبريطانيا مصالح في مصر. هو سعد شايف إن بريطانيا ليها مصالح مش هتمشي، وكمان شايف إن مصر على استعداد إن هي تراعي المصالح دي في مقابل إيه بقى؟ الاستقلال. لو تلاحظ بقى هنا في كلمة مقابل، تمام؟ فلو بصيت في الإجابات بتاعتك بيستغل من العبارة دي إيه بقى؟ طبعا مقابل يعني مساومة، وهنقول إيه هي نمرة ج التمكن من مساومة بريطانيا تحقيق الاستقلال. السؤال اللي بعده بيقول لي: جاء مضمون تصريح بلفور هنا بقى مغايرا لحقيقة التركيب السكاني على أرض الواقع. قال لي يستدل هنا بقى من التصريح ده إيه؟ إن هو طبعا إيه يا شباب؟ لو بصيت معايا في الإجابات بتاعتي هتلاحظ إن هي إيه؟ طبعا تجاهل وزيف هوية وتاريخ الشعب الفلسطيني. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده: حالت بعض الظروف أمام نجاح الحملة الفرنسية عشان تكون مستعمرة ليها في الشرق. طيب بيقول لي بقى هنا ايه أي من العوامل التالية ينطبق على الكلام ده؟ لو بصيت معايا على الاختيارات هتلاحظ إن هي طبعا ايه افتقاد وصول الدعم العسكري والمادي ليها لما قام الأسطول البريطاني بتحطيم الأسطول الفرنسي في معركة أبو قير، وهو اللي سيطر على شواطئ البحر المتوسط. وطبعا اتحرمت فرنسا من أي إمدادات تجيلها من فرنسا إلى مصر. السؤال اللي بعده معايا بيقول لي: يرجع الهدف الحقيقي لعقد بريطانيا معاهدة الصلح العامة 1820. ليه بريطانيا عملت ايه المعاهدة دي؟ وايه السبب الحقيقي ليها؟
هنا يا شباب إجابتها هتكون نمرة ب، اللي هي اعتبرها الخليج العربي خط الدفاع الأول لمصالحها في الهند. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول: قال عرابي غاضبا أن هذه لقمة كبيرة لا يقوى عثمان رفقي على هضمها. طيب بيقول لي: أي من الأحداث التالية قصدها عرابي وأغضبته؟ يعني هو في حدث هو يقصده عرابي وأغضبته، إيه بقى الحدث ده؟ طبعا لو بصيت لكل الاختيارات هو مفيش غير حدث واحد، اللي هو نقل عبد العال حلمي من منصبه. ده يعتبر تقليل لمنصب عبد العال حلمي، وهنا بدأ إن العربيين يجتمعوا وبدأ إن هم يعبروا عن غضبهم، إن هم كتبوا طبعا المذكرة بتاعتهم وقدموها لمين؟ لرياض، تمام، عشان يشيلوا مين؟ عثمان رفقي. طيب السؤال اللي بعده معايا بيقول لي: يا شباب، إن جولديا مائير تم كده قالت مقولة شهيرة جدا ليها في اليوم اللي هو ايه، يوم 8 أكتوبر، بتقول: يا جماعة ايه، أنقذوا إسرائيل. طب بيقول لي: يستدل من العبارة السابقة ايه بقى؟ لو بصيت لكل الاختيارات معايا طبعا ما عنديش حاجة غير هي ايه، إن هي أدركت قوة الضربة المصرية الإسرائيلية. تعال نشوف اللي بعده. الدارس للعلاقات المصرية البريطانية بعد ما ايه موقعت مصر اتفاقية الجلاء مع انجلترا، يمكنه الموافقة على صحة العبارة أنه قد قص ذيل الأسد البريطاني على أرض مصر وانهارت الإمبراطورية البريطانية وقضي على مستقبل رئيس الوزراء إيدن. طيب بيقول لي إن في هنا حدث حصل هنا. طبعا مصر كانت بعد ما عملت اتفاقية الجلاء وخرجت إنجلترا من مصر قطعت كل العلاقات اللي موجودة بينها وبين طبعا إنجلترا جوه مصر. وهنا بقى الدليل على كده إيه؟ طبعا هي ايه الضربة اللي وجهتها مصر الحكومة البريطانية لما أممت شركة القناة، وده اللي هيغضب إنجلترا ويخليها تشترك بعد كده في العدوان اللي هو ايه بتاع 56. السؤال اللي بعده معايا يا شباب بيقول لي: عمل الخديوي إسماعيل على تحجيم سلطة قناصل الدول الأوروبية في مصر. طبعا هي هتكون عندي ايه إلغاء المراقبة الصناعية. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا: أتيح لممثلي أهل المهنة الواحدة في مصر في القرن ال19 أن يلعبوا دورا في الفصل فيما ينشأ بينهم من خلافات. طبعا الكلام ده هنا بيقول لي بقى جاب لي مجموعة من الهيئات القضائية، هي طبعا مفيش غيرها اللي هو طبعا مجلس التجارة اللي كان في عهد محمد علي، اللي هو كان بيفصل في النزاعات التجارية بين التجار. السؤال اللي بعده معايا بيقول لي: نتج عن اجتياح ألمانيا لباريس في بداية الحرب العالمية التانية إيه؟ لو بصيت طبعا معايا طبعا اتقسمت الحكومة في فرنسا، حكومة فيشي وشارل ديجول، فطبعا هنقول إيه؟ تناقض الموقف السياسي للقيادات الفرنسية. بكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لأن هي دي الأسئلة المتوفرة معايا حاليا، وإن شاء الله لو قدرت أوصل لباقي الأسئلة هنزل لكم جزء تاني من الحل. إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وربنا يكرمكم تحققوا على الدرجات، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.